طبعا امبارح في الامارات هنا جات عاصفه فالدنيا كلها اتملت. هسي انا داير اعدل الجنب هنداك له بس ما اقدر ليه عن كميه المويه دي. والله المويه كثيره يا اخ. التروتوار نفسه مختفي هنا، شايفين التروتوار ده عن لبي هنا مختفي، وانا يا معلم هنا شكلي حخوج واي حاجه. حلو جزمه مرقت بسلام. يا اخي والله احلى حاجه تجي راجع تلقى لك الجاهز. والله ذكرني بأمي يا أخي. العايشين فيكم مع أمهاتهم بجد يعني اشكروا ربنا واشكروهم هم. تجي راجع البيت بتلقاه محضر لك الأكل. أنا عشان أعمل كده عملت شنو؟ قبل ما أطلع الجيم دخلته في الفرن، جيت راجع لقيته جاهز، لكن مع أمك ما حتعمل أي حاجة. الله يخلي لي أمي ويخلي لكم أمهاتكم كلكم إن شاء الله. بس اللي بيسمعك يقول مجهز الأكل كله، أصلا أنت ما عامل غير صدر الدجاجة دي. عايز أعمل رز بس ما أقدر لأنه صاحبي شال الحلة اللي بعمل فيها الرز، فنعمل بيض. ليه لا؟ بيض مع صدر دجاج وغدا. اسمع انتوا سلكوا ليه ما تركزوا معي، لكن انا حاعمل بيض. من الجوع لا ملصت ولا استحميت ولا لابس الشنطه. ما حنك ناكل بعدين نستحمى ونظبط. رايكم شنو بالله يا ولد يا قشرات انت يا ولد؟ لا يا ولد. يلا نتوكل. ماشيين على الجامعه، عاملين الليله العشاء زين، عاملين لنا زي حفل كده بتاع خريجين، فبدنا نمشي نشوف الحاصل شنو. يلا خلونا نصلي العشاء في الاول بعدين نمشي نشوف حيحصل شنو في الاحتفال ده. نفتح لي ابواب الرحمه. طبعا عشان الشيخ جا الناس كلها وقفت وشغلوا موسيقى وبتاع، شايفين الشيخ بتاع الشارقة بيحترموه وكذا، عرفتوا كيف؟ ما شاء الله يعني شيء حلو. بالتحية والتقدير وأنتم تشرفوننا بحضوركم ومشاركتكم هذا الحفل السنوي لرابطة خريجي جامعة الشارقة الذي يتيح لنا مجددا أن نلتقي ونستعيد في حضرتكم أجمل ساعات حياتنا. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. يا أخي والله ما شاء الله يعني بتحسوا إنه بجد يعني ما بنسوق وكده. وحتى الشيخ بتاع الشارقة في كلمته لما طلع حاول دائما يأكد إنه مهما حصل لكم كطلاب خريجين من الجامعة ومهما دار بكم الزمن في الأخير يتأكدوا إنه الجامعة وراكم وكده. فما شاء الله يعني بجد الشيخ سلطان ده يعني إنسان بجد بيحب العلم وبيعشق العلم، وهو اللي أسس الجامعة، وما شاء الله الله يديه الصحة والعافية ويكثر من أمثاله في كل الأوطان العربية بتاعتنا. ها عبود الليل إحساسك شنو باليوم ده بما إنه اجتمعنا تاني كده بعد ما تخرجنا وكده؟ رأيك شنو في الناس تاعين الجامعة كونهم نظموا لنا حفل كده؟ الصراحة ناس عسل، ناس عسل. والجامعة هاي جامعة حلوة اكتر شيء بيعنيه الفلوج ده بالنسبه لي انه انا حاشوف فيه اصحابي دول كلهم، وحتى بعد 10 او 20 سنه لو في يوم من الايام اشتقت لهم حافتح الفلوج ده واقدر احضرهم واتذكر كيف كانت ضحكاتهم وكيف كانت ردود فعلهم معانا. حبيبي يا عبود والله يا معلم الحفله دي حاجه بسيطه عشان تقدير التعب اللي تعبناه، المعاناه اللي عشناها. اكثر حاجه عجبتك في الحفله دي كلها شنو بغض النظر عن السلبيات؟ اكثر شيء عجبك؟ اكثر حاجه عجبتني انا شفت الشباب ما شفتهم من الجامعة، شفتهم تاني وقابلتهم تاني. وطبعا اكيد طبعا لازم اقول لهم اكيد طبعا اهم حاجه ما تنسوا تعملوا لايك فوق هنا وسبسكرايب تحت هناك وشير هنا وما عارف شنو. اسمعوا كلام كله. محمد ده ظبطوا ولد يا جماعه، ولد شغال كثير يا اخي، حاولوا تساعدوه والله ولد مسكين يا اخي. ان شاء الله كل مره بيمشي معاه بيكون ماسك الكاميرا دي تعاوننا معاه. وبعدين الكاميرا دي لما يقول لكم عليها الكاميرا دي وزنها ما خفيف بالمناسبه. ولد ده شاغل مش شايل بيتمرن على فكره بمعنى الباي كده باي يا معلم كده قامت لي مع خدتوا لنا في الكراسي اكياس فيها بخور وما عارف شنو، فيها باور بانك اللي هو اللي تشحن منه. بحيي صراحه والله الشيخ والله اي والله يا نسي قبل شويه كنت بقول في كلام عليه والله انسان محترم صح؟ الله خيره. اول مره الجامعه انه تظبطنا بشيء. اي والله غير شو اسمه هذا الكيترينج اللي بضلوا يجيبوه. الكيترينج الاكل دائما هذا بيجيبوا المطعم ابيلا ايوه دائما بيجيبوا ابيلا وعلى اخر يوم صراحه والله ما بالي يعني الليله الحمد لله الاكل اوكي. شرفنا حبيبنا بس اهم شيء شباب اليوم حلقنا زي ما قال لكم ابو حميد يعني الله يديه العافيه بجد ما قصر معانا وجمعنا تاني مع اصحابنا مع اخواننا. هاي شايف خلص اسلام. ايوه شباب لو سمحتوا يعني والله شاب بتعب وكذا وهيك لا شو اسمه سبسكرايب وريتويت ولايك وشير وزبطونا الوضع والله الله. اسمعوا كلامه بجد قاعد اتعب عشانكم لانكم تستاهلوا. انا اول شيء كان بدي اشيل المنطقه كلها وعملت باركينج ستدي عشان اشيل
شيل هاي خليه باركنات. والصراحه المكان الحفل اللي شفته هلا الصراحه لا يستاهل المكان هذا ما يشيلوه يخلوه باركنات. وروحوا صفوا قدام الام 1 شيء محترم. حاجه بتحمس الواحد انه يشد حيله ويتخرج من الجامعه. صح؟ لما تشوف الناس هاي كلها جاي تجتمع مره ثانيه وتشوف تسلم على بعض. صحيح. يعني هلا شفتوا عدي الاكس بريزنت تبع الاي سي وقعدنا ناخذ سوالف. صحيح. فلا بتستاهل والله جد والله فعلا. يعني زي ما قال لكم بجد من اهم الذكريات الواحد بيقدر يخلقها مع اصحابه، زي حبيبنا معاذ وحبيبنا غياث من هنا. دي من الايام اللي بتجمعنا يعني بالاصحاب والاحباب. عرفتوا كيف؟ انا مبسوط جدا من الجامعه في الحاجه دي، فعلا خطوه حلوه منهم. الله يدي العافيه الشيخ الشارقه ورئيس الجامعه انهم بيتعبوا عشان يعملوا لنا حفلات زي دي ويجمعونا مع بعض، وان شاء الله نكون مشرفين لهم في المستقبل. شنو يا غياث رايك؟ شنو الكلام ده؟ لا رايي زي رايك تماما. والله شكلك قاعد تسلك لي يا معلم. والله شكله قاعد يسلك لي تسليك. انتوا ذاتكم قاعد تسلكوا لي مش ولا لا؟ تسلكوا لي؟ اوكي اصلا عادي. كان معاكم محي البدوي ومحمد ايزاك، وكتر الله خيركم. الشباب لا تنسونا من السبسكرايب واللايك والشير، وبنحط لكم الفيديوهات هون لاخر الفلوجات ان شاء الله. كتر الله خيركم. عارف النظام ابو حميد ده، عارف النظام. حط لكم كمان السناب شات بتاعه تحت. يديكم العافيه. يا اخي ترجمة جوجل حلوة، استعملوها لكن ما تستعملوها كده. والليلة الجو داع.